أعزائي المشاهدين، هذه الحلقة بعنوان ما هي اللغة البهلوية. ضيفي هو الباحث والمختص في اللغة البهلوية والتاريخ الكردي مشتاق سايخان من خانقين من جنوب كردستان. مرحبا بك كاكا. شكرا لك ومرحبا بك وبكل الأعزاء أصدقائنا وإخواننا أينما كانوا في كردستان وخارج كردستان. طيب، سؤالي هو ما هي اللغة البهلوية؟ يعني شنو هي اللغة البهلوية؟ وقبل يا ريت لو تخبرنا يعني من وين اجى اسم بهلوي؟ تفضل. نعم، اللغة البهلوية هي لغة قديمة حاليا منقرضة لا يتم التحدث بها، وكانت لغة الدولتين الأشكانية أو ما تسمى بالبارثية Parthian Empire. وأيضا العرب يستخدمون كلمة أيضا غريبة عجيبة لا أعرف من اخترعها، وهي الدولة الفرثية أو الإمبراطورية الفرثية. كلمة فرث هذه لا أدري من اخترعها، لا معنى لها ولا طعم ولا رائحة. هم كانوا يسمون هؤلاء البارثيين كانوا يسمون أنفسهم ببهلوان كإشارة إلى أنفسهم، ولغتهم أصبحت بهلوانيك بلغتهم البهلوية، والرومان أشاروا إليهم بالبارثيان Empire. فهؤلاء هذه هي الدول الأشكانية، الدولة الأشكانية، ويسمونها الدولة الأشكانية لأن ملوكهم كانوا يتلقبون بكلمة أشك، وأكثر ملوكهم معروفين بمهرداد باللغة البهلوية، التي هي تلفظ من قبل الرومان بشكل مثرادات. وعندهم من الملوك من اسمه أفرهاد، والتي بقيت في اللغة الكردية. مهرداد باقية في اللغة الكردية، وأفرهاد صارت فرهاد الذي لا زالنا نستخدمها ككرد كاسم لأبنائنا لحد اليوم. هذه هي الدولة الأشكانية، والذين يسمون أنفسهم بهلوان، وهذه كانت لغتهم لغة البهلوانيق. وأيضا بعد الدولة الأشكانية أو البارثية هي لغة الدولة الساسانية. وكذلك هذه اللغة البهلوية القديمة كانت لغة الدين الزردشتي، الدين الذي كتب به الشريعة الزردشتية، وليس الدين الزردشتي نفسه. الدين الزردشتي كغاثات، الغاثات في كتاب الآفستا هم كالآيات في القرآن، يعني نستطيع أن نقول. فالغاثات مكتوبة بلغة الآفستا القديمة. لغة الآفستا هي أقدم لغة من جدات اللغة الكردية، ولكن وبها مكتوبة الغاثات أو الآيات، وهي تسمى بلغة الآفستا. طبعا بالإنجليزية يسمونها آفستا، ولكن هي في اللغة البهلوية اسمها أبيستاغ، يعني الكتاب الذي يحتوي على الغاثات الزردشتية تسمى بكتاب أبيستا. رجعوا الإنجليز ولفظوها أفيستا، ونحن الآن نستخدم الكلمة الإنجليزية. هي ليست لغة هذه الغاثات. الغاثات كما قلت مكتوبة بلغة الأفيستا، لكن الشريعة الزردشتية بأكملها من الألف إلى الياء مكتوبة باللغة البهلوية أو زواني بهلواني. وعندهم كتب شرعية، كتب فقهية، مثل كتاب الكرد، مثل كتاب شايست، مثل كتاب بازند. وهذا موضوع يتخصص بالدين الزردشتي، قد نرجع إليه ونتحدث عنه فيما بعد. وكذلك اللغة البهلوية هي لغة الدين المانوي. يسمونه بالإنجليزية ماناكايان ريليجن، وهو دين انتشر في كردستان وفي جبال زاغروس في القرن الأول الميلادي،
أثناء حكم الشاه الساساني الإمبراطور الساساني أردشير وابنه شابور الذي هو اسمه نسميه شابور الأول. فالدين المانوي هو في الأصل مذهب زردشتي من الدين الزردشتي، مختلط مع الأفكار المسيحية والأفكار الهندوسية والبوذية، وأصبح نوع كدين مستقل اسمه الديانة المانوية، وانتشر في العالم من الصين إلى جنوب فرنسا. الديانة المانوية مؤسسها هو ماني ابن باتيق، وهو رجل نستطيع أن نقول أنه كردي، فهو من بهلة، من منطقة بهلة، وبهلة هو اسم كردستان الجنوبية. على كل حال فهذه اللغة البهلوية، لغة الدولة الأشكانية، لغة الدولة الساسانية، لغة الشريعة الزردشتية، ولغة الدين المانوي. وهذه اللغة عند ورود قبل 1400 سنة، عند ورود الإسلام ابتدأت تفقد نفوذها بالكامل إلى أن انقرضت وتفككت، واللغة الكردية من بناتها بكل لهجاتنا الكردية هن بنات اللغة البهلوية. نعم تفضل. أنت قلت بهلة، لما سألتك من وين إجا اسم بهلوي، شو معنات بهلوي؟ أنت قلت جنوبي كردستان، يعني جغرافيا جنوب كردستان كانت تسمى أو مدينة معينة؟ الآن اسمح لي أن أنتقل إلى كلمة بهلة نفسها من جذورها القديمة. بهلة هو اللفظ في العصر الأشكاني والساساني لكلمة قديمة جدا، وهي كانت جزء من الإمبراطورية الميدية، يسمونها برثوة. ومنطقة برثوة هي تقع حاليا في خراسان، في منطقة خراسان، منطقة بخارى، منطقة سمرقند، وهذه كان يسكنها شعب آري، شعب من الآريين ينسبون إلى أرضهم، إلى بلادهم التي تسمى برثوة. هؤلاء البرثويين كانوا تابعين للدولة الميدية بداية، هذا معروف، ثم أصبحوا تابعين للدولة الأخمينية أو دولة هخامنش. وبعد أن اجتاح الإسكندر بلاد الآريين الزردشتيين وأسقطوا الدولة الأخمينية والهخامنشية، دخلها، وبعد الإسكندر حكم بلاد إيران شهر والشرق الأوسط عموما. كان من نصيب السلوقس أحد الضباط الكبار في جيش الإسكندر، فأسست دولة ضخمة جدا تمتد من مصر إلى أفغانستان، تسمى ومسيطرة على الأناضول أيضا، تسمى بالدولة السلوقية، وهي دولة في ثقافتها هلينية يونانية إغريقية، لغتها الرسمية هي الإغريقية. هؤلاء برثوان اللي هم أهل منطقة برثوة دخلوا في حروب مع السلوقيين واستطاعوا تدمير الدولة السلوقية. بعد أن دخلوا في حروب كبيرة معهم فأصبحوا يحكمون بلاد إيران شهر، وأسسوا الدولة الأشكانية. وكلمة برثوة وبرثوان تحولت إلى كلمة بهلة، فتحول بمرور الزمن بعد يعني مئات السنين، تحولت كلمة برتا إلى بهلة، وأصبحت تطلق، ونرى كلمة بهلة في العهد الأشكاني والساساني تطلق على منطقة كردستان الجنوبية الحالية، من منطقة همدان جنوبا إلى منطقة إصفهان، مرورا بصابلغ، معبد، شهرزور، كرماشان، كل هاي المناطق الكردية الحالية. هذه هي معنى كلمة بهلة. وكلمة بهلة لا تزال حية في لغتنا الكردية، ولكن تغير اللفظ قليلا. ففي العصور الإسلامية الوسطى أصبحت كلمة بهلة هي فيلة، ومنها فهلة، وهي اسم الفيليين حاليا ينسبون إلى فهلة. وهناك الأشعار الفهلوية في العصور
الإسلامية الوسطى التي يسمونها بالفهلويات، وهي أيضا اللغة البهلوية بعد أن تطورت. والفهلويات هي أم اللهجات واللغات الكردية الحالية، وهي تشبه اللهجة الجورانية والكالهورية واللكية، مختلفة مع الكرمانجية، مختلفة مع بعض، وكانت تستخدم في العصور الإسلامية الوسطى. ورأس شيوخ الشعراء العظام الذين كانوا يكتبون بالفهلوية بابا طاهر عريان وبابا طاهري همداني. نعم. وأيضا عند الجوران، عند الكرد الجوران، تحول اسم بهلة إلى اسم بالا، ولا زالت هناك قرى في كردستان الجنوبية اسمها بالا، ولا زالوا عشيرة كبرى عندنا في كردستان الجنوبية اسمها عشيرة البالاني. أرجو أن تكون الأخت تارا بالاني معنا اليوم. عشيرة كبرى عندنا بالاني يعني بهلوان، من بهلة تحولت إلى فيلة كالنطق وتحولت إلى بالا. نحن أصحاب هذه اللغة. إلها معنى بهلواني. طبعا هي المعنى هي من الكلمة القديمة برثوة. في دقشبي ستون عندما داريوش الأول، داريوس الإمبراطور داريوس، يصف مملكته فيذكر بارسا ومادا وبابل، يذكر برثوة. بر يعني عبرة، لا نزال بالكردي نقول بر عندما تقفز تعبر، برث آوى يعني ماء، عبر النهر، عبر الماء، لأن هناك نهر سيحون وجيحون هناك. والكلمة ترجمت في اللغة العربية بنفس المعنى، بلاد ما وراء النهر. هذه بلاد برثوة، بلاد ما وراء النهر، عبر النهر، برثوة. نعم. فعلا نحن نقول عن الجسر برا، أيضا نقول بر، ونقول بريم في اللهجاتنا الجنوبية يعني قفزت، عبرت. وكبريم عبرت الماء، يعني قفزت فوق الماء وعبرت. نعم. وكلمة جسر أصلا أيضا في الكردية الجنوبية برد، نقول برد من بر. نعم. نحن أيضا في غرب كردستان نقول برا. ليش بيتم تسميتها باللغة الفارسية الوسطى في المحافل العلمية العالمية؟ يعني هي لغة فارسية ولا شنو؟ السبب بسيط جدا، نحن الكرد نعم الفارسية أقرب لغتين في العالم لبعضهم البعض هي الفارسية والكردية بطبيعة الحال، وهذا معروف ومشهور. الفارسية ما تسمى بالفارسية حاليا هي أصلا ليس اسمها الفارسية، هي اسمها اللغة الدرية، هي أيضا بنت البهلوية، وخلدت اللغة الدرية في كتاب العظيم للشاعر الفردوسي، كتاب شاهنامة. اللغة الدرية أنشئت في شرق بلاد إيران، في منطقة خراسان الكبرى، ثم بسبب شهرة اللغة الدرية، ولا زال في أفغانستان لا يقولون اللغة الفارسية، يقولون زبان الدري، زماني دري، اللغة الدرية. لغة أهل فارس الذي هو منطقة فارس في جنوب غرب إيران تحت بلاد كردستان تأتي بلاد فارس. لا زالوا يتكلمون لهجات أشبه بالكردية، البختيارية، أكثر أهل فارس بختيارية، وفيها عشائر الكردان القديمة ويتكلمون اللهجات. أما هذه الفارسية التي تستخدم الآن وتسمى باللغة الفارسية فهي جابوا الدرية وخلطوها مع الكثير من العربية فأصبحت هي الفارسية الحالية. وبطبيعة الحال بهلوية أيضا هم الفارسية، ولكن لأن الفرس هم كانت عندهم دولة إيران وعندهم مؤسسات خاصة في أوائل في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فهم رعوا اللغة البهلوية، بل رضا شاه فرضها في المدارس وغير الكثير من الكلمات العربية. يعني الفرس كانوا إلى عهد قريب، إلى عهد رضا شاه لا توجد عندهم مدارس. في الكتاتيب الأشهر، أسماء الأشهر كانت أسماء أشهر عربية،
كل شيء كان بالأسماء العربية. أجا رضا شاف فرض أجزاء وأشياء من اللغة البهلوية عليهم، فدولة إيران والفرس خلينا نقول رعت الدولة البهلوية ونشرتها في الآفاق. وكان المستشرقون الذين جاءوا، المستشرقون في القرن التاسع عشر والعشرون عندما جاءوا لقوا دولة جاهزة يسمونها بيرسيا، يسمونها فارس، مملكة فارس، فجيروها، سمعوا الفرس فسموها ميدل بيرسيان، وإلا فهي ليست ميدل بيرسيان، هي أم لكل اللغات الآرية، ومنها اللغة الكردية بالذات هي بنت شرعية كبرى للغة البهلوية. هم اهتموا بها، نحن لظروفنا التاريخية السياسية المعروفة للجميع من يهتم باللغة البهلوية؟ لا توجد عندنا مؤسسات، لا توجد وزارات، لا يوجد لدينا شيء. أنا وأن درسنا باللغة العربية في في مدارس البعث العربي الاشتراكي، فمن احنا كردي ما نقدر كنا نحكي لنوضح لي ونتعلم أي شيء عن اللغة البهلوية. فالأمر أهمل ولم يكتب عنه كثير من المؤرخون الكرد، بل لم يذكروه إلا قليلا جدا. لهذا الكرد حاليا يجهلون العلم باللغة البهلوية، ولا زالت في المحافل الأكاديمية الدولية يسمونها بهلوي لانجويج بين قوسين ميدل بيرسيان. هم لا يزالون يعتبرونها هي بهلوي لانجويج اللغة البهلوية، لكن بين قوسين يضعونها ميدل بيرسيان. وعلينا نحن ككرد أن نسترجع هذا الحق السليم ونرفض، ونحن من حقنا أيضا نقول أنها كردش ميدل كردش لانجويج. طيب أنت تقول ترى الكردية من بنات اللغة البهلوية، يجيك واحد يقول شنو هو الدليل؟ شنو دليلك؟ المصدر شنو دليل؟ إيه تشابه جدا. لغاتنا الكردية ولهجاتنا الكرمانجية الرسمية والسورانية الرسمية وكل اللهجات الكردية، من امسكها من أعلى مناطق بتليس، من أرزروم، من قارس نزولا إلى لورستان إلى منطقة أصفهان، قواعدها بهلوية. أنا ذاك اليوم حطيت بس العد، يعني الكردية نفس يعدون مثل البهلوية. أنا ما راح أقول إيش هي الكلمات هذه في الحلقات القادمة أو في البثوث، لكن راح أذكر لك بعض الأمثلة من اللغة البهلوية وأنت قارن. الملك شابور الأول وهو ثاني ملوك الساسانيين مثلا، أعطيك مثل، الذي هزم الدولة الرومانية فقتل ملكا رومانيا وأسر آخر وأخذ منهم الباج. باج في اللغة البهلوية تعني نفس الباج في اللغة الكردية حاليا، ضريبة. نعم. عنده كتيبة مشهورة، الكتيبة هو نقش على الحجر، أوكي، ناقش على الحجر يخلد انتصاراته على الإمبراطورية الرومانية. موجود في منطقة تخت سليمان، تخت جمشيد، تخت سليمان في منطقة باس الغدا، داخل هذا النصب الذي يسمونه نصب كعبي زرادشت باللغة البهلوية. كيف يبدأ الوصف؟ يقول أز مزديسنا بل شابور باللغة البهلوية. أنا نطقتها أز مزديسنا بل شابور. أز أنا في محل رفع فاعل، كما يقول الكرمانج أز، لحد الآن يقولون أز. وكلمة أز كانت أيضا في السورانية في القرون الإسلامية الوسطى، أز موجودة في النصوص الشعرية السورانية باللهجة الجافية، وفي كتاب السرنجام الكتاب المقدس عند اليازين يقولون أز أيضا، لكن اختفى استعماله في كردستان وبقيت فقط في كردستان الشمالية. أز أنا، مزديسنا بل، مزديسنا يعني الزردشتي والزردشتي. باللغة البهلوية يسموا الزردشتيين يسمون أنفسهم مزديسنا، وتعني الزردشتي. نحن الآن نقول زردشتي والعرب يقولون مجوس عليه. ماذا تعني كلمة مزديسنا؟ مزديسنا. مزدا هو ربهم الأوحد، هو مزدا. يسنا يعني العبادة باللغة العربية. مزدا يسنا عبدة مزدا، ربهم الأوحد مزدا.
لا دائم، ليس دائما ينطقونه أورا مزدا، لا، أغلب الأحيان يقولون فقط مزد أو مزدا. فهذا هو معنى كلمة مزديسنا. مزديسنا ماذا؟ بل. اسمع هذا صوت وحرف في اللغة البهلوية. بل. بغ يعني في اللغة البهلوية عندما ينطقون كلمة بغ ليوصفوا فيه شيئا في السماء، فهو يتعلق بالملائكة ويتعلق بالآلهة الثانوية والأرباب في السماء. أما عندما يقولون بغ على شيء ويصفون فيه شخصا على الأرض فتعني الرب وملك، تعني ملك باتشا. فبغ يعني ملك أو رئيس أو شيخ. هل هذه كلمة بغ طبعا كلمة مزديسنا انقرضت من اللغة الكردية باعتبارها كلمة تدل على الزردشتيين. بعد أن أسلم الكرد نسوا كثير من الكلمات الزردشتية الدينية لأنها أصبحت لغة كفر، يعني لا يصح الكلام بها ولا يقطعون أعناقهم. ولا التاريخ الإسلامي كله، تاريخ اللغة العربية كله كاتبين كتاب من أصول بهلوية، يعني كانوا يكتبون للبهلوية قبل، تحولوا بعد الإسلام لكتابة التاريخ وخدمة اللغة العربية والإسلام عموما. فهو على كل حال بغ تعني لا زالت هذه الكلمة باقية عندنا في الكردية، وهي كلمة بغ. بغ الذي تعني فلان بغ فلان بغ، شيخ العشيرة وشيخ القبيلة الكردية. أزمز ديسنا بغ، أنا البغ الزردشتي، أنا بغ الزردشتيين. أزمز ديسنا بغ، ثم يذكر اسمه شابهر، يعني شابهر. شابهر يعني كهر، يعني كر، شا يعني ملك، ابن الملك، هو اسمه هكذا شابهر. بمرور الأزمان تغيرت لفظة شابهر إلى شابور في اللغة الكردية. يعني تكرر وين موجود هالكتابة هاي النقش على الحجر؟ موجود في، اكتبوا في شو اسمه في جوجل كعبة زرادشت. كعبة زرادشت هو مبنى طويل مستطيل كان معبدا للنار، والحائط الداخلي له هناك كتيبة. أنا أتمنى لو كنت أستطيع إرفاق صور، لا أعرف لكن لا أستطيع. فاكتبوها كعبة زرادشت واذهبوا واطلعوا على كتيبة الشابور، أو تستطيعون أن تكتبون شابور مانيوسكريبت أو شابور سكريبت أو شابور رايتنج، وستجدونها في الانترنت بالكتب. أقصد موجودة بكردستان ولا بالمدينة؟ لا ليست في كردستان الحالية، وإنما في منطقة فارس، في منطقة فارس، في أعلى منطقة فارس. فارس وكردستان ملاصقتان لبعض، والجغرافيا بينهم هي إلى أصفهان هي مناطق تعتبر تقليديا مناطق كردية لورية باختيارية. وعندما نتوغل في فارس أيضا هي منطقة تذكر في التاريخ الكردي كثيرا. فأنت لو جئت بخريطة ابن حوقل أو خريطة الجغرافيين العرب تجدونهم يكتبون في قلب منطقة فارس الرموم الأكراد أو بلاد الأكراد أو منازل الأكراد، عائلة ساسان، العائلة الساسانية ومن أكراد فارس. وفي كتاب فارس نامة اكتبوا أيضا هذه الكلمات ودققوها. هناك كتاب اسمه فارس نامة للبلخي يصف القبائل والعشائر الكردية التي كانت تملأ فارس. بل إنه في كتاب أحد الجغرافيين سأحضر لهم فيما بعد يصف فارس بأنها 5 كور. الكرة هي المدينة أو البلدة أو المدينة الكبرى، 5 كور و5 منازل للأكراد. 5 في الكتب الإسلامية، 5 كور و5 منازل للأكراد. الأكراد هم القبائل والعشائر التي فارس، منطقة فارس مهد لها. كثير من الأكراد لا يعرفون هذه المعلومات، يعتقدون فرس وفارس وما بعد. لا. الدولة الساسانية انطلقت من فارس. منازل الأكراد مش قصدهم أنه يعني منزل بيت واحد، لا. منازل الأكراد يعني منازل. في اللغة البهلوية يسمون البيت الفيزيائي الذي تعيش فيه، في غرفة غرفتين ولا إيه، يسمونها خانق. وفي الكردية بقيت، نحن الكرد نقول خانق، وباقي الكرد يقولون خانو أو يقولون خانا. هي خانق في اللغة البهلوية تعني البيت،
البيت الفيزيائي فيه غرف. أما البيت بمعنى المنزل في اللغة العربية الذي يحتوي على بشر، يحتوي على ممتلكات حواليه في جيران، وهذا يسموه في اللغة البهلوية ماند. ماند. وكلمة ماند أيضا حية في اللغة الكردية، فنقول حالو ما نمتو، خانو ما نمتو. مان يعني المنزل، خان يعني خانة يعني البيت، ماند يعني المنزل. فهذه هي نعم خاني، تقولون خاني. نعم. فهذا هو الفرق في اللغة البهلوية. للبيت يقولون خانق، وللمنزل يقولون ماند، والتي في اللغة الكردية بقيت على هيئة مان، على هيئة مال، وتحولت إلى مال أيضا. لا زال الكرد يقول مال. عندما الكرد يقول الأصل يقول مال، ابن العشيرة من القبيلة الكردية الأصلية، عندما يقول مال فهو يقصد الخانة تبعته أو المنزل البيت تبعه بما يحتويه من أولاد وكذا. ولا زلنا في الكردية نقول مندال. مندال للولد وللأطفال وللذرية. مندال من كلمة ماند دار تحولت إلى مندال. نعم. مندار. طيب بدنا أكثر. كاكا قلت لك أنه تفضل قلنا المصادر تأكيداتك أنه البهلوية هي اللغة الكردية، هي اللغة الكردية. أنت ذكرت مثلا شاهبو شو حكى عن حاله كيف هزم الإمبراطور الروماني. بدنا أكثر مشان نقتنع. حلو حلو حلو. راح أجيب لك نفسه، راح أجيب لك نفسه، أو راح أجيب لك عدة أشياء كثيرة يعني بالآلاف من كتيبة شابور نفسه. هو في النهاية هو راح يذكر كثير حكي في يوم أترجم لكم كتيبة شابور، لأنه بتوصف المعارك كلها في روجافا، معارك مع الروم كلها في روجافا وفي كردستان باكور، وفيها يذكر أسماء المدن التي كانت موجودة هناك في كردستان باكور وروجافا. بلد مثل الرها لا يوجد كرد يعرف ما معنى الرها وأنها كلمة بهلوية. مدن آفرين، مدن وان، هي كلها كلمات بهلوية. كلمة كرمان نفسها كلمة من البهلوية. على كل حال، ففي النهاية يقول وليش كتب هذا الكتيبة؟ كوكي باشاجان بواد امنام نيويف خد خدايف شيء أما زعنا. هذا آخر سطر في الكتيبة. يقول ليش كتب هذا؟ عشان إيش؟ كوكي باشاج آن بواد. كو هي كو في الكردية، كا أنتم كرمان تقولون كو أفكار. نحن نقول كا في الكردية الجنوبية. كوكي كي أيضا هو يعني كي يعني من. نحن نقول كي يعني بالسؤال عن من، وفي البهلوية تعني بالإضافة إلى السؤال عن شخص تعني الذي. كوكي باش أج آن. باش يعني باش في الكردية نقول باش بعد يعني. أج باشج آن بواد. أج هي جا، هي أج في الكردية. أنتم الكرمان تقولون جا وجا وأج، صح ولا لا؟ صح. الجوران يقولون جا وجا. كلمة أج البهلوية تحولت إلى أج في الكرمانية، وجا 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 في الجورانية، وأج في اللغة الفيلية الجنوبية في الإيلامية يقولون أج، ويقولون لا زال واللك يقولون جا، وهي أج بمعنى من، حرف الجر من. كوكي باشوجان آن يعني ذلك، بواد يعني بيت، من لأجل من يأتي بعد ذلك. ترجمه للكرماني، ترجمه للجوراني. كوكي كوكي باش أوي بيت. كوكي باشا جان بواد، كوكي باشا باش أوي بيت. نعم في اللغة البهلوية تعني هذا، وهي أما في الكردية. ماذا تقول أنتم كرماج لأما لهذا؟ هي الميم تتحول إلى فاء. هذه اللغة عمرها 2000 سنة.
الميم تحولت إلى فاء عند الكفر، بقيت أف. في السورانية هي أم وأما، أم كاربكا، أم نانبخوة، أم هي أم في اللغة البهلوية. كيف أم نام، نام يعني اسم شهرة التي هي نام في الكردية. نحن في جنوب كردستان الكلر، الفيلية، الجوران نقول نام يعني اسم. في السورانية أصبحت ناو، في الكرمانية أصبحت ناف. ناف، نام، ناو، نام البهلوي هم كلمة واحدة. وكيف بشجان بوات أم نام لكي من يأتي بعد ذلك يعرف هذا الاسم أم نام. هذا الاسم يعني اسمه هو شابور، والأسماء الأخرى التي يذكرها نيويف. نيويف، نيويف هي النيو، نيويف هي صيغة بهلوية قديمة يعني نيوي. نيو في اللغة البهلوية هي الشجاعة والقوة، فلا زالت حية في نيتشير فان، نيو تشير فان. وهناك أيضا كثير نيويف. خدايف، خدايف يعني الملوكية. خدا في اللغة البهلوية مثل كلمة بغ، عندما يشار إلى كائن سماوي، عندما يشير أحد إلى كائن في السماء فخدا تعني الرب والإله، يعني الإله الله في السماء. وعندما يطلق على شخص إنسان في الأرض فمعناه ملك وباتشا، فخدا أيضا من معانيها ملك. امنام ودنيويف ودخدايف تشي أما يعني ني، أما يعني إيه؟ أما يعني نحن. أم تقولوا في الكرمانية، أما في اللغة البهلوية تعني نحن، التي هي أم في اللغة الكردية الكرمانية، إيبا في السورانية، إيما في الكلهرية. زانا، زانا يعني عرف، يعرف. فهنا يقول كوكي باشجان بوات امنام نيويف خدايف تشي أما زانا لكي من بعد ذلك يأتي ليعرف اسمنا وقوتنا وبأسنا وملوكيتنا. يعني لغة بهلوية كانت مكتوبة مسطورة منقوشة على الحجر قبل 2000 سنة تقريبا، 1800 1900 سنة، موجودة في كعبة زرادشت. اذهبوا انظروا إليه، اقرأوا ترجمته لتعرفوا أنه بلا جدل اللغة البهلوية أم اللغة الكردية، بلا جدل، بلا جدل، لا يمكن الجدل في هذا الموضوع. ها أنا أترجم لكم نصا، ماذا تريد؟ فلنأتي إلى البسملة الزردشتي. هذا كلام شابور الأول، الإمبراطور الساساني، لغته، كلامه الذي نقشه بنفسه، يعني نقشوا له إياه. الزردشتيون قبل أن يكتبوا أي كتاب أو كتيب أو رسالة أو يتكلموا بحديث يبسملون، كانوا يبسملون. بسم الله، باسمك اللهم، باسمك الله، بسم الله الرحمن الرحيم، كما يفعل المسلم. هم طبعا قبل الإسلام، لا تنسوا هذا، يعني المسلمين أخذوها منهم مش العكس، يعني أنا ولا قبل المسلمين. الزردشتيين قبل الإسلام بأكثر من 2000 سنة، قبل أن يكتبوا أي شيء أو يقولون ماذا يقولون؟ فنان يزدان. انظروا إلى أي وثيقة الأمر يجدي، فنان يزدان، بالناظي يزدان، انتهى خلاص، ما في داعي ترجم شيء. بد هي ب عندكم الكرمانج، ب عند السوران، عند الكلر وهذول، وهي بي عند الجوران. بد هي بي، هي ب، هي ب، انتهى. نامي هي ناظي، هي نامي، هي ناوي. يزدان هم الله وملائكته وليس الله وحده. انتبهوا، يزدان ورمزدا وملائكته، لأن هذا يحتاج أن أشرح لكم على الدين الزردشتي فيه دين معقد جدا. فيزدان، يزد مفرده يزد، هي الآلهة الصغرى، آلهة الصغرى. والملائكة في أخ زنار يقول ليش سمى نفسه هذاك القرباطي رضا شاه بهلوي؟ راح أجاوبك، هذا سؤال جميل والله، يذكرني فيه إذا نسيته. أنا لما بسترسل بنسى. ذكرني بسؤال زنار،
بليز عشان اجاوبه. هذا هو فنان يزدان، هذا هاي البسمله الزردشتيه القصيره، يعني بسم الله او باسمك الله. وعندهم بسمله زردشتيه طويله مثل بسم الله الرحمن الرحيم، يقولون فنام نيروغد اياريه دادار اوه مزدي رايو مندي خوره من. الله، نعم عندي معلومات عن كل شيء، لكن اليوم خلونا بالفهلوية رجاء حبايبي. فنام نيروغد اياريه دادار اوه مزدي رايو مندي خوره من. هذا مثل بسم الله الرحمن الرحيم، مثل طويلة يعني. فنام بسم الله الرحمن الرحيم مثلها تختلف شوية. فنام باسمي، شرحنا فنام. أد نيروغ يعني حول، يعني قوة. ولا زال النيروغ نحن نقول ميروغي، يعني الرجل القوي نسميه ميروغ في الكردية في الجنوبية. أد أياريه، أياري يعني مساعدة. ياري هي في الكردية ياري بدا يارمتي، هي من كلمة أياريه باسمي وحولي ومساعدتي. دادار أورمزد رايو من دي خوره دادار أورمزد. أورمزد هو أهورمزدا، لكن في اللغة البهلوية تغير اللفظ فيسمونه أورمزد، ولقبه دادار. دادار كلمة في اللغة البهلوية واحدة مخصصة فقط لأهورمزدا. هم لا يطلقون على أهورمزدا خدا، لا، يطلقون عليه دادار. دادار يعني الخالق، من الفعل داين، العطاء، دار. دار هو الملكية، التملك، مثل سردار، بريندار في الكردية. دار صاحب العطية. ايش هي العطية؟ روان. في اللغة البهلوية يسمون الروح الروان، يسمون الشبح جيان، هكذا مثل الكردية. دار أورمزد الخالق أورمزد، صاحب العطية التي هي روح الإنسان أورمزد. أورمزد إيش سيعطي صفات لأورمزد؟ رايومندي خوره من. رايومند من كلمة راي الذي لا زلنا نستخدمها ككرد وكجوران. الراي نقول راي من، رامن يعني لي، هي ملكية. فالرايومند مع اللاحقة من تعني صاحب الملك. انظر هنا، رايومند تعني صاحب الملك. خوره من، خور هي الشمس، قرص الشمس. نحن الكلهر لازلنا والفيلية بالضبط نقول خور، أصل اللفظة البهلوية بالضبط. في السورانية هي خور. في الجورانية، في الكرمانجية ماذا تقولون للشمس؟ في عندنا اسم خورشيد. قرص الشمس. خورشيد لا تعني قرص الشمس، خور يعني شمس. أخشيت، كلمة أخشيت في اللغة البهلوية تعني شعاع الشمس. الشعاع يسمونه أخشيت في اللغة البهلوية. فعندما يقولون خورخشيت وتصغر إلى خورشيت فهي تعني شعاع الشمس. وهناك يقولون خورتاب أيضا، أو هتاو، محتاو، تاو هي من كلمة تاب التي تعني الحرارة، حرارة الشمس، لأن الشمس تعطي الشعاع اللي هو أخشيت في اللغة البهلوية، وتعني أيضا التاب التي هي الحرارة، والتي نقول عنها بالبهلوية هي تاب، في الكردية هي تاو وتو. عندما يجيك الحمى تقول تو، احنا بنقول تو قدام، احنا نقول تاف نفسه، تاف وهي تاو، هي تاب، هي تاب نفسها. فرق في التاجئة، أما بنية الكلمة هي لم تتغير. تاب هي الحرارة في اللغة البهلوية التي أصبحت تو، تاو، تاب. نعم. باش
ما شاء الله. فنهاية خلي يحفظون جماعتنا هذه الكلمات ويكتبوها إلى اللي يحب. قنام نيروغ دياريه داداروه رمزدي رايو مندي خوره مند، وهو البسملة الزردشتية تعني باسمي وحولي وقوتي ومساعدتي الخالق آهورا مزدا المالك العظيم. خوره مند يعني مالك الشمس العظيم تحديدا، لأن الشمس أعظم أعظم جسد فيزيائي في الكون عند الزردشتية، لأنه الرمز أهورا مزدا. وفي الليل لما ما في نمس آدر هي رمز الزردشتية. آدر هي إيش؟ آور. كل الكرد يقولون آجر، بس الجوران يقولون آور، وهي آدر في اللغة البهلوية. آدر، احفظوها اكتبوها. قلت لي كم كلمة كردية متشابهة تماما مع البهلوية. يا ترى في مصادر، في مثلا مختصين باللغات، في كتب، في مراجع تاريخية اللي بتقول انه اللغة البهلوية هي نفسها اللغة الكردية، ولا شنو؟ مثلا الامبراطورية الساسانية، في استاذ جامعي بجامعة طهران يقول عنها انه امبراطورية كردية، الساسانية كرد. أريد أسألك، ضيفي هو من خانقين من جنوب كردستان. أنا من خانقين، أصلي من مدينة خانقين. بلى. ففي مصادر كمان تاريخية تذكر أن اللغة البهلوية هي اللغة الكردية ولا لا؟ أنا أخبرتكم يا أستاذي العزيز أنه هذه اللغة قديمة عمرها أكثر من 2000 سنة. في وقتها يعني كلمة كرد أو كلمة فرس غير موجودة أصلا. عندما كانت هذه اللغة منتشرة يقولون لها باللغة البهلوية، يسمون هذه اللغة التي تكلمنا بها إزواني بهلواني. منطقة جنوبية ما في كلمة كردستان أصلا في الوجود عشان يسموها. نعم موجود الكردان، القبائل الكردية منتشرون في كافة بلاد إيران شر، ومنهم الأسرة الساسانية، ولكن كجغرافيا منطقة كردستان الجنوبية يسمونها بهلة ولا يسمونها كردستان. كردستان كلمة أطلقت هذاك اليوم، يعني أطلقت على كردستان ونحن نستخدمها اليوم. يعني أنتم تعتقدون أن إنجلند كلمة قديمة عمرها 60 سنة بيسموا فيها إنجلترا؟ إنجلترا كلمة جديدة. إنجلترا كلمة جديدة، بريطن كلمة جديدة، عراق كلمة جديدة، سوريا كلمة جديدة، مصر كلمة جديدة عمرها كلها على بعض. العرب سموها مصر واليهود سموها مصرايين، لكن هم ما كانوا يسموا بلادهم هكذا. يعني ما في هكذا قاعدة في العالم كردستان لازم هاي المنطقة قبل 70 مليون سنة اسمها كردستان. من وين جبتوها؟ مين اخترع القاعدة؟ المنطقة الجنوبية كانت تسمى بهلة وتسمى مادة منذ أقدم الأيام، تسمى مادة. منطقة كردستان هي مادة. كلمة مادة ترجموها الإغريق بشكل ميدي، يلفظونها ميدي، فأصبحت ميديا في اللغة العربية، ومنها دخلت إلينا إلى اللغة الكردية على هيئة ميديا. ما اسمها ميديا، اسمها مادة، مذكورة في النصوص القديمة مادة. وفي العصر الساساني نفس بلاد مادة بقي اسمها القديم، صاروا يستخدمون لا اسمين، ماه وبهلة في نفس الوقت. وسأتي لكم بشيء غريب عجيب لكي أقول لكم. في العصر الساساني قبل أن أرجع أقول، في ناس ما تتخيل وتتصور إمتى كان العصر الساساني. إمتى كان العصر الساساني؟ والعصر قبل مباشرة قبل العصر الإسلامي. العصر الساساني يبتدئ من القرن الأول الميلادي إلى القرن السادس الميلادي، حيث هاجمنا وفتح بلادنا العرب المسلمون وأسقطوا وأنهوا الدولة الساسانية واللغة البهلوية والدين الزردشتي. في العصر الساساني هذا منطقة كردستان تسمى بماذا؟ ماه، وتسمى ببهلة أيضا.
كلمة ما وبهلة العرب يطلقون عليها بهلة بالباء، بقيت في العصور الإسلامية تكتب بهلة وتكتب ما. فلهذا منطقة كردستان الشمالية أطلقوا عليها إيش؟ النصوص العربية الإسلامية. اقرأوا الكتب العربية الإسلامية، تاريخ ابن الأثير، تاريخ الطبري، وفيات العيان، البداية والنهاية. سموها إيش منطقة كردستان الشمالية؟ ما هو الكوفة. عشان تفهموا إيش يعني كلمة ما هو الكوفة لما تواجهوها بالمصادر الإسلامية. البصرة مركز العرب في العراق سموها إيش؟ المناطق التابعة لها واللي تجبى منها الضرائب والباج والخراج والجزية ما هو البصرة. كردستان انقسمت إلى قسمين، بلاد الجبال كانوا يقولوا عليها العرب، قسموها إلى قسمين. القسم الشمالي يستحضر منها الأموال والخراج والجزية لتطعم أهل الكوفة، فسموها ما هو الكوفة. والأقسام الجنوبية من كردستان سموها ما هو البصرة. في نص في كتاب كارنامجي أردشيري بابكان، سيرة أعمال أردشير البابكان هو مؤسس الدولة الساسانية. في أردشير حاول يوحد الدول الإيرانية الصغيرة، لأن يعني كل منطقة في إيران شهر يسموها إيران شهر، وإيران ليست لها علاقة بإيران. إيران، لفظة إيران في اللغة البهلوية تعني الآريين فقط لا غير. الآريين الزردشتيين هم إيران، وبلادهم القديمة في الدولة الساسانية والأشكانية يسمونها إيران شهر، يعني بلاد الآريين الزردشتيين. يعني بعدين نأتي إلى شرحها. فمن ضمن الملوك حارب كل الملوك الصغيرين. كتاب كارنامجي أردشيري تقول إنه كان هناك 200 دو سطو تشهل كدك خداي، يصفون به دو سطو تشهل كدك خداي، يعني 240 ملك صغير كان كل واحد مستقل. فأجا هذا أردشير يوحد البلاد الزردشتين في وحدة واحدة ويحكمها ويسمونها إك خداي، يعني الملكية الواحدة التي يكون فيه الشاه على الرأس وأخوانه وأقاربه يحكمون باقي البلاد. فمن ضمن الملوك الذين حاربهم هذا النص في كتاب كارنامجي أردشيري بابكان. عندما أقول كارنامجي أردشيري بابكان هنا أنا لا أنطق بالكردية، هذا هو النطق البهلوي لاسم الكتاب. كارنامجي أردشيري بابكان، هي اللغة البهلوية. كارنامة يعني؟ نعم، كارنامجي أردشيري بابكان، وهي مطابقة لنطقنا ولهجاتنا الجنوبية. في الكالورية سأقول كارنامجي أردشيري بابكان. تشيروكاكي أردشيري بابكان. جاي نقول جاي نلحق بها جاي مثل البهلوية بالضبط، حذو القذة بالقذة. ففي إحدى الفصول يقول إن أردشير حارب ملكا من هذول الملوك، ملوك إيران شهر، اسمه ماذا؟ اسمه غريب عجيب يوضح علاقة الكرد بالميديين في العصر السابع. كردان شاهي ماهيج، كردان شاهي ماهيج. فلننطق النص باللغة البهلوية الساسانية. يقول والسباهد جندد زورو همكد ودو كارزاري كردان شاهي ماهيك فرنفت واسكارزارو تخون ريزشن بود وتسباي أردشير ستوي بدي رفت. الله، هذه مو كردية، هاي مو لهجة كردية، هاي اللغة البهلوية الساسانية. وس سباهد جندد زور وهمكد. وس يعني بس في اللغة الكردية حالي، يعني الوفير الكثير. هسه واحد يجيب لك مي بالكردي شو بتقول له؟ شربت مي كثير، جاب لك كمان تقول له ايش؟ بس ايه؟ تقول بس بس كذا، بس هي وس في اللغة البهلوية وتعني الكثير الوفير. سباه باللغة البهلوية، الحين نقول سباه بالكردي، سباه يعني جيش. والسباهد جند ايش يعني جند؟ معسكرات الجيش. بالمناسبة كلمة جند
التي يستخدمها الكرد الآن لوصف القرية، الظاهر هاي القرى كانت معسكرات للجيوش فيما قبل، يعني جند يعني معسكر الجيش في اللغة البهلوية. والسباهد جند، وتزور، وزور، زور يعني قوة في اللغة البهلوية، زور مثل ما هي في الكردية زور. والسباهد جند وزور. وهمكر، وهمكر يعني جمع، وجمع الكثير الوفير من الجيش والمعسكرات والقوة. او كارزاري كردان شاهي ما هي فرنفت. أود يعني او، أود في اللغة البهلوية، او في الكردية، مثل ما أقول نوزاد وآزاد، علي وعمر، او. أود او في اللغة البهلوية، بو في الكردية. ليه؟ يعني باتجاه. او في اللغة البهلوية، او بو في الكردية، في كل اللهجات الكردية عادة. كارزاري كردان شاهي ما هي فرنف. كارزار في اللغة البهلوية تعني الحرب، لا يقولون جنگ. جنگ كلمة جديدة في اللغة البهلوية، لا توجد كلمة جنگ. ما أدري من وين دخلت هذه الكلمة إلى كارزار، يسمونها الحرب. كارزار بالضبط ترجمتها كار يعني عمل باللغة البهلوية، شغل. زار يعني ألم. كارزار يعني شغل الألم، يعني في الحرب آلام فظيعة، فيسمون الحرب كارزار. وخرج لحرب كردان شاهي ماهيج. كردان، هاي كلمة من 3 كلمات، كردان شاهي ماهيج. كردان هو الكردان، قبائل الأكراد، مفردها جرد. جرد في اللغة البهلوية تعني شجاع، البطل. جردان عندما تجمع بالألف والنون فتصبح كردان. الأكراد أو الكرد كما نقول نحن. أنا ليست عندي مشكلة تحسس من كلمة أكراد، ما عندي هذه الأشياء. العربي ترجمونها أكراد، لا مشكلة، جمع تكسير عادي. كردان شاه يعني ملك. كردان شاهي ماهيج، ملك الأكراد الميدي. الكتاب كان مغير الرشيد بالعصر الساساني يقول كردان شاهي ماهيج، وخرج لحرب بكردان شاه ملك الأكراد الميدي. نصا حرفيا كردان شاهي ماهيج يعني ملك الأكراد الميدي. بعدين يقول وسكارزا ريزشن بود. الكتاب يتكلم وس، قلنا يعني كثير يعني وفير. كارزار كان حربا كثيرا يعني حربا قويا. ادخون ريزشن، خون ريزشن إراقة دماء. خون يعني خين، يعني خون في الكردية، خون في الكردية. ريزشن ريز من ريز سك، رجاندن، رجاندن. ولا زلنا نقول ريز في كردستان الجنوبي، في يقولون ريز، في يقولون ريج، وفي يقولون رجن، رجاندن. خون رجاندن وس كارزار خون ريزشن بود. بود يعني بو في الكردية. وكان حربا عظيمة وإراقة دماء. أتسباهي أردشير ستوي بديرفت، وانهزم جيش أردشير. هذا كردان شاه هزم أردشير. بعدين القصة بتحكي، بدي أقرأ لكم كتاب كارنامة أردشين بأكملها. انهزم وبعدين راح جمع جيش واجى وانتصر على كردان. المهم هذه هي اللغة البهلوية، أشكانية أو ساسانية، وهذه هي لغتنا الكردية بكل لهجاتها. ما قلنا لهجة كرمانجية ولا قرى، في كل اللهجات هي 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 هي. طيب فهذه لغة أجدادنا انتهى. نعم. الكتاب اللي أنت هلا قلتها أنه يعني صارت معركة بيني وبين قائد ميدي، قائد الميدي. لا، ملك الأكراد الميدي، مش قائد. ملك الكتاب يوصف، واحنا ليش نقول قائد ميدي؟ ليش نأول ونفسر؟ ملك الأكراد الميدي يعني ملك كردي ميدي. هون يدمج اسم الكرد مع اسم ميديا مع بعض، يدمجون وكأنهم شيء واحد. كردان شاهي ماهيج، ماهيج يعني ميدي. كردان شاهي يعني ملك الأكراد. اسم الكتاب كارنامة أردشيري بابكان. اسم الكتاب كارنامة أردشيري بابكان. يا أخواني هذا مو اسم كردي أنا بنطقه، هذا مو اسم كردي، هذا بالبهلوية أنا أنطق كرد
كارنامجي أردشيري بابكان باللغة البهلوية اسمها كارنامجي أردشيري بابكان. The deeds of أردشير بابكان. The deeds بالإنجليزي. طيب هل كتابة موجودة وين أو في كتب معينة أو كمان في البيستون في إيران الحالية؟ في لا ما لها علاقة ببيستون. هاي موجودة منقوشة منها منقوشة على الحجر مثل ما قلت لكم كتيبة شابور الأول شابور الأول منقوشة على الحجر. هناك نقوشات أيضا كثيرة منقوشة على الحجر هنا وهناك في مناطق كثيرة ومنها مناطق كردستانية وأكثرها مكتوبة على الورق مكتوبة أيضا على الورق على هيئة كتب قديمة ورق قديم في مجموعتين رئيسيتين من الوثائق الكتابية الزردشتية المكتوبة على الورق وهي نعم كارنامة أردشير بابكان بالعربية يسمونها سيرة أردشير بابكان. مجموعة الكتب الزردشتية التي تتكلم في الشريعة الزردشتية ومجموعة قصائد وأشعار أيضا مكتوبة على الورق كالقصيدة المشهورة درختي آسوريك يوم من الأيام سأقرأ عنكم الشجرة العراقية درختي آسوريك والغاثات والآيات والكذا. وهناك مجموعة أخرى مهمة جدا وهي أمر الزردشت وهي مجموعة التي تتكلم عن الدين المعنوي وهذه المجموعة اكتشفت في منطقة تورفان. اكتبوا تورفان أركيولوجي اكتبوا تورفان سكريبتس في الجوجل. هذه خرج العلماء الألمان أيام في أوائل وإلى العصر النازي حتى في العصر النازي ونقبوا في منطقة تورفان هي غرب الصين حاليا منطقة صحراوية كان في دير مانوي المعنوية من الدين المعنوي فاكتشفوا هناك مجموعة ضخمة من الوثائق المعنوية المكتوبة باللغة البهلوية لأن الجو صحراوي حار هناك وناشف الرملة ناشفة بقت الأوراق متضررة هي بس بقت محافظة على نفسها وعلى الحبر اللي هي مكتوبة. هذه مجموعة ضخمة جدا وجميلة ورائعة عن طريق العلماء فسروا واكتشفوا وعرفوا نطق اللغة البهلوية. من أكبر علماء البهلويات المستشرق الإنجليزي العظيم ماكنزي وميلر الألماني ونولدكا الألماني هؤلاء حجج وأساتذة في اللغة البهلوية. اللغة البهلوية انقرضت ولكنها بقت تقرأ في وين؟ في ججارات في الهند حيث الطائفة الفارسية الذي هم آخر الزردشتيين الذين بقوا في العالم. الزردشتية عند الغزو العربي الإسلامي الفتح العربي الإسلامي هربوا طوال سنين وسكنوا في ججارات منطقة ججارات في الهند ومارسوا التجارة وأخذوا معهم هذه الكتب الزردشتية. أما في بلادنا فلم يعثر على أي لفظ زردشتي ولكن عثر على الكثير في شهرزور. لدينا الكثير من الصخور والبهلو المكتوبة كلها باللغة البهلوية ومنها إحدى مثل مسلة للشاهنشاه نرسي وهرام عند انتصاره على نرسي موجودة في قلب كردستان. نسيت اسم المنطقة بالضبط. الكتب اللي انوجدت في الصين عن الديانة المعنوية موجودة حاليا في الصين هالكتابات أو في لا أخذوها الألمان وموجودة في المتحف الألماني ونصوص وصورها طبق الأصل. أنا بعثت لك بعض منهم موجودين على موقع معهد فرانكفورت للغات القديمة هم ينشروها هم المسؤولين.